كان يا مكان من أكتر من 80 سنة. كان في طفل، طفولته كانت شبه كل الناس في الوقت ده. كان بيروح للكتاب وكان بيلعب مع العيال في الشارع. صحيح لعبه كانت إجرامية شوية، بس كان طفل زي كل الأطفال في الوقت ده. بس كان في الكتاب حصل له مواقف خلته وهو عنده 12 سنة عمل جمعية اسمها جمعية الكفار. وكان يعني أول طفل في الدنيا وهو عنده 12 سنة يعمل جمعية بالفكر ده، فكر جمعية اسمها جمعية الكفار. وأسس الجمعية بس لمجرد إنه يعترض على الدين وهو عنده 12 سنة. كان السبب إنه كان عنده الشيخ في الكتاب اسمه الشيخ محمود. كان بيحبه جدا وكان بيحفظ القرآن وبيعلمه الحديث وكل حاجة. بس في مرة من المرات قال لكل اللي قاعدين اكتبوا ورايا، هعلمكم آيات تعلقوها في البيت عشان تمنع الصراصير والحشرات من البيت. فكتبوا وراه الآيات والطلاسم اللي قالها وعلقوها في البيت. ولما علقوها في البيت اكتشف الطفل بقى ان الايات دي ما ودتش الصراصير، ما ودتش الحشرات، وما فيش اي حاجه اتغيرت، بل واكتشف ان الشيخ بتاعه نصاب. فمن هنا بدا يعترض، بدا يقول ان في حاجه غلط، وربط الدين بالشيخ، فبقى عنده مشكله في الدين. فبدا يعمل جمعيه اسمها جمعيه الكفار، وكان بس عشان يعترض بيها على الدين. ومن هنا دخل في مبدأ الثورة على الدين بشكل عام، وبدأ يقرأ لداروين وسلامة موسى عشان بس يعترض على الدين. كانت دي كل فكرته. كانت فكرته في الدين كمان لأن الدين عبارة عن مسلمات، عن إني بقول لك ده حرام وده حلال، عن إن ده حرام لمجرد إنه حرام، عن إن ده حلال لمجرد إنه حلال، على إن ده شيخ لازم هو بيقول صح. فبدأ يرفض الفكرة دي، ويرفض من وهو طفل إن ما عندوش حاجة اسمها مسلمات. لا خلاص، أنا هلغي كل ده وأنا هعبد نفسي وهعيش من الأول خالص لغاية ما أعرف فيه إيه. فبدأت حياته من هنا لطريق ممكن نسميه طريق إلحاد. بس هو كان في الحقيقة يعني كان طريق بحث عشان يوصل للحقيقة. ولما سئل بعد ما كبر الطفل ده في النقطة دي، انت ليه خدت الطريق ده من وانت طفل؟ قال لو لاحظتوا كنتوا هتلاقوا ان اللي خلاني اخد طريق الشك في الدين ورفض الدين هو في الحقيقة شيخ وواعظ، وللأسف عشان هو تحدث في الأول بجهل وتحدث بخطأ. فده كان السبب اللي خلى الطفل ده يمشي في الطريق ده طول 80 أو حاجة و80 سنة طول حياته. الشخص ده هو مصطفى كمال حسين المحفوظ، الذي ينتهي نسبه إلى علي زين العابدين بن علي بن أبي طالب. هو كاتب ومفكر وطبيب وأديب وفنان وعازف. اتولد في قرية في شبين الكوم يوم 20 ديسمبر 1921، لكنه اتسجل بعدها بأسبوع في يوم 27 ديسمبر من نفس السنة. وده بسبب معتقدات موجودة ساعتها إن المفروض الطفل يقعد 7 أيام لغاية ما يتسجل، علشان لو كان مات ما يبقاش فيه لازمة للعك بتاع الروتين بتاع الحكومة وكتابة الأوراق. وده اللي حصل مع أخوه توأم سعد اللي مات قبل ما يتسجل في الأوراق الرسمية. اتولد وهو عنده 7 شهور. كانت والدته هي الزوجة الثالثة لوالده، ووالده الزوج الثالث لوالدته، وهو أصغر إخواته من الطرفين. ليه أخ اسمه حسن محمود، ده كان محافظ ضد قهلية في الستينيات. أسرته كانت أسرة متوسطة، وكان بيعتاد الذهاب إلى الكتاب. ومن سن 8 سنين بدأ يقرأ لداروين، وكان محب جدا للمدرسة.
لدرجة إنه كان بيتسلل للمدرسة يوم الجمعة. ساب بس في فترة كان مدرس اللغة العربية كان بيعامله بقسوة، فده خلاه يكره المدرسة تماما لدرجة إنه بطل يروحها لمدة 3 سنوات. لكنه عاد بعد كده ودخل كلية طب القصر العيني اللي اتخرج منها سنة 53 وهو عنده 32 سنة. وبدأ مشواره الثقافي في نشر الكتب سنة 1947 في مجلة الرسالة بمساعدة عباس العقاد. شك والإيمان. كان ليه رحلة اللي يمشيها من أول الشك لغاية ما وصل في النهاية إلى الإيمان. بعد موقفه مع الشيخ وإحساسه إن ما ينفعش الواحد يتلقى المعلومات من اللي فوقيه وخلاص مجرد إن حواليه هالة، سواء كانت قصية العمر أو الدين أو الثقافة، فقرر بعد الموقف ده على طول إنه يعمل معمل فيزياء صغير جوه بيته. كان هدف المعمل ده في البداية هو التخلص من الحشرات، معرفش يتخلص منها بالأدوات الفيزيائية فدخل في الأدوات الكيميائية لغاية ما وصل فعلا إنه قتل الحشرات عن طريق العلم، مش عن طريق شوية كلام من حد أكبر منه خلاص. في المرحلة دي بدأ عنده سؤال. كان دايما الناس بتقوله لكل مخلوق في الدنيا خالق، فكان سؤاله اللي بيرد عليه إذن لماذا خلق الله؟ من أين خلق الله؟ ومن أوجده؟ فردوا عليه قالوا له إن الله موجود بذاته، فلماذا؟ فهو راح رد قال لهم فلماذا لا يؤمنون بأن أي شيء آخر مثل الله يمكن أن يوجد بذاته؟ قعد فترة مستغرق فيما اسمها عبادة نفسه، وهي مش بيعبد نفسه لمجرد انه بيعبد نفسه، لا هو بيعبد فكرة ان هو هيوصل مع الوقت للحقيقة الكاملة لليقين، علشان لما يؤمن صح. ودخل في المراحل دي في دراسات عن كل الأديان الإنسانية والسماوية. كان سبب من أسباب دخوله كلية الطب هو الوصول للحقيقة دي، حقيقة الإنسان جه منين، إزاي الإنسان بيفكر، إزاي بيتعامل. وكان كل همه بينصب في فكرة التشريح، إن أكيد سر خلق الإنسان موجود جوه جسمه، وعلشان كده كان بيسموه المشرحجي في الكلية، لأنه ما كانش بيسيب معمل التشريح. كان بيقول الطبيب هو الوحيد الذي يدخل جسد الإنسان بمشرطه، يتتبع العروق والأعصاب ويعبث في القلب ويضع أصابعه في المخ، وكل هذه الظروف تجعله أقرب الناس إلى الحياة. لذلك كانت بداية التفكير والتأمل في حياة مصطفى محمود هي مرحلة ظهور ألغاز الموت والميلاد. كان بيقول برضو كنت أظن أن حقيقة الإنسان ليست لغزا، وأن في إمكان المشرط أن يكشف عنها بضربة واحدة، وأن الجسم ما هو إلا حقيبة إذا فتحتها عرفت كل شيء. ولكني أمضيت 2 سنين طويلتين وأنا أبحث وأنقب خلف اللحم والعظم والأحشاء والأمعاء والشرايين والغضاريف عن هذه الحقيقة دون جدوى. فتحت القلب وفتحت الشرايين وفتحت رئتين وتتبعت الأعصاب إلى نهايتها، وصعدت الحبل الشوكي إلى المخ وقطعت المخ إلى نصفين، ثم قطعت كل نصف إلى نصفين، وانتهيت إلى كتلة رخوة بيضاء يقال عنها أنها سر الإنسان. أحقا أهنا يسكن الألم وترقد اللذة وتنام الإرادة في هذه الكتلة الطرية المائعة؟ ورفعت رأسي في قلق، لقد فتحت الحقيقة فوجدت داخلها حقيبة، وما زلت بعد 2 سنين من التعب والكد حيث كنت أمام مجهول. ده كان تعليقه عن فشله في إيجاد حقيقة الإنسان عن طريق التشريح. وكان شايف إن الإنسان ما هو إلا جسد الإنسان ما هو إلا مجموعة من الأحشاء والأعضاء مغلفة بجلد، والجلد مغلف بثياب.
لكن الإنسان نفسه، حقيقة الإنسان، فهي تحت كل هذه الأقمشة السميكة من اللحم والدم في مكان غير معلوم. بعد ما بحث كتير مصطفى محمود في الطب عشان يلاقي سر الإنسان وسر الله وسر الوجود، وكان متصور إن هو هيلاقي السر جوه جسم الإنسان. ولما اكتشف إن جسم الإنسان هو ليس أكثر من قرطاس محشي شوية حاجات، هو ده كان تشبيهه. فلقى ان اكيد السر في حاجات تانية، فبدأ يبحث في حاجات تانية. ارتحل مصطفى محمود في بلاد كتير، خد وسط افريقيا وجنوب افريقيا وجنوب السودان. حتى في رحله الارتحال بتاعته في افريقيا كان رجع منها سيرا على الاقدام لمجرد انه عايز يوصل للحقيقه. فكان بدأ يبحث في العلوم الكونيه وفي في العلوم الكونية وفي الجغرافيا وفي علوم ما وراء الطبيعة، ثم إلى الفلسفة في النهاية. ولكن علوم الكون وصل منها لأهم حاجة هي اللي بدأت تكون نقطة الإنارة في حياته، هي النظرية العلمية اللي وصل إليها من خلال الدراسات الكونية. النظرية العلمية ديت هو بيقول فيها إن هي عبارة عن حكم، يعني أنا أقدر إني أصدر الحكم ده، ولكن بعد ما أكون شفت شواهد ملموسة محسوسة مسموعة أقدر أشوفها، يعني شواهد حقيقية وصلتني إني أقدر يكون عندي حكم حقيقي أقدر أصدره بنفسي. تمام؟ فدي ده يعتبر مصطلح النظرية العلمية، إني أحكم على الحاجة بعد ما أكون شفت كل الشواهد بتاعتها الأول. والعلم أصلاً قايم على النظرية العلمية دي. العلم هو عملية شواهد، استخراج شواهد بشوفها على طول، يعني عملية إني أشوف الشواهد وأستخرج قوانين، أشوف شواهد وأستخرج قوانين. العلم عبارة عن كده. في مفهوم العلم ما يفهمش ظاهرة من غير ما يكون شاف ليها شواهد، لا هي مش موجودة بالنسبة له طالما ما كانش ليها شواهد. فوصل بالنظرية العلمية لحاجة في الكون بقى، لقى ان الكون كله شواهد، الكون كله دلائل، الكون فيه يعني مثلا لو قلنا البعوضة اللي البيض بتاعها فيه أكياس بيخليها تطفو فوق الماء. البعوضة دي مين علمها ان يكون فيها أكياس في البيض بتاعها، يكون فيه أكياس عشان يطفو فوق الماء ما يغرقش؟ مين علم البعوضة تحط في أكياسها في بيضها أكياس عشان يطفو؟ بدأ يشوف تفاصيل، يعني أكيد البعوضة ما تعرفش قوانين أرشميدس، يعني أكيد ما وصلهاش لسه النقطة دي. في الصحراء البذور اللي بتطير عشان تطير بس المكان المية فتنزل فيه فتنبت فتبقى الحاجات دي بدأ يشاهدها، وأمثلة كتير يعني. بس شواهد زي كده بدأت تحسسه إن الكون ليه خالق، هو لابد أن يكون فيه خالق مبدع جدا، دقيق جدا، عرف يخلق كل الحاجات بدقة متناهية مظبوطة 100%، ما فيش فيها غلطة. فبدأ يوصل أصلا لفكرة إن لأ، الكون ده ليه خالق، مش هينفع يكون جاي كده عبثا يعني. كان ادى مثال على كده بان كلنا عارفين ان هو مشكلته بقى ان الله، طب ماشي موجود في شواهد لله بس الله غيب، انا اعرف ازاي دلوقتي ان في الله ده غيب؟ تمام. فبدأ يكون في شواهد تانية على ظواهر تانية بدأت تفهمه. زي ايه؟ كلنا عارفين ان التفاحة بتقع على الارض، لما يكون في تفاحة من الشجرة هتقع على الارض. لما اجي اطلع سلم او اطلع جبل اكيد طلوعه اصعب من نزوله، كلنا عارفين ده. لما اشيل على ظهري حجر تقيل اكيد هو اصعب بكتير من اني اشيل عصاية على ظهري، صح؟ فبدأت الشواهد دي اترتبت امتى؟ لما جه نيوتن عرف اكتشف الجاذبية. تمام. اكتشف الجاذبية بناء على بدأنا نفهم الشواهد دي لإيه، فبدأنا نعرف إن في حاجة اسمها جاذبية، وأكيد الشواهد دي جاية تبعا لحاجة اسمها جاذبية، بس إحنا ما نعرفش فين الجاذبية دي. هو
احنا ما نعرفش شكل الجاذبيه ايه، احنا نعرف بس ان في تفاحه بتقع على الارض، نعرف ان السلم طلوعه صعب جدا، النزول سهل، بس ما شفناش الجاذبيه، ما نعرفش ماهيه الجاذبيه نفسها، بس مؤمنين ان في جاذبيه، صح؟ ان احنا مؤمنين بالشواهد لان احنا شفنا الشواهد بعيننا. فنفس الحكايه بدأ من هنا يؤمن، لا اكيد موجود الله، لان في شواهد بتدل على الله في كل حته، في اقل تفاصيل في الكون في شواهد بتقول ان الله موجود. فمن هنا بدأ يفهم ان في الله، بدأ يربط بان مش مهم اعرف ماهيه الاشياء، بس طالما في شواهد انا هؤمن بيها، طالما في دليل عليها. ماهيه الشيء هتفضل غيب، لاني عندي مستوى العلمي، العلم يشاهد ويسجل قوانين، فانا هوصل لاني سجلت القانون بالمشاهده، بس ما شفتش ماهيه الشيء بنفسي، الغيب لسه موجود. فمن هنا بدأ يتقبل الغيب، فبدأ يتقبل ان الله غيب، وبدأ يتقبل غيبيات تانية، بل وصل ان اصلا نص العلم غيب ونص الحياه غيب، وان هو لو ما مشيش بمبدأ الغيب فهو هيكون عنده اختلال، هو هيكون مجنون لو ما استوعبش مبدأ الغيب. فقال في الاخر ان كان اولى بيه ان هو بعد ما درس كل العلم ده، انه اولى بيه دلوقتي انه يفهم وجود الله، وانه لا مش شغلاه الماهيه على قد ما شغلاه ان خلاص بقى في موجود الله بالنسبه له. ودي كانت نقطه الاستناره في حياه مصطفى. بعد ما وصل مصطفى محمود لمرحله انه اثبت لنفسه وجود الله، وبين قوسين اثبت لنفسه، ودي كانت اهم حاجه عنده، دي كانت فعلا مرحله من حياته يعني كانت خزعبليه جدا في حياته. ما فيش شخص يعني قاعد فكر اللي هو فكر فيه ان هو يعبد نفسه، هو عبد نفسه لان هو الوحيد اللي شايف نفسه، انا مؤمن ان انا موجود، بس انا عارف ان انا موجود فانا هعبد نفسي، هو لمجرد ان هو عبد نفسه عشان كده. ويحاول انه هو عارض اهله وعارض الناس، كل الناس كانت بتنتقد مصطفى محمود في الوقت ده، بس هو كان مصمم ان هو يوصل للحقيقه في الاخر. فبعد ما وصل للحقيقه في الاخر، فدي كانت بالنسبه له حاجه كبيره جدا جدا، ان هو وصل في الاخر بنفسه لوجود الاله، فدي كانت حاجه كبيره جدا. بس دي بقى وصلته لمرحله اعظم، وهي مرحله التصوف وحب الاله وعشق الاله ودراسة القرآن. وبالمناسبة هو درس كل الأديان. هو قيل إن هو كان مسيحي، بس هو ما كانش مسيحي ولا حاجة، بس هو درس كل الأديان، قرأ كل الكتب السماوية لغاية ما توصل في الآخر لشيء في القرآن. الشيء ده هو لقى نفسه فيه، لأن هو لقاه مبني على مبدأ النظرية العلمية اللي هو اكتشفها بعد كده، قبل كده قصدي. فده وصله لمرحلة التصوف والاعتزال، انه يعتزل الناس ويعتزل كل الدنيا جوه صومعته بس، اللي هي دلوقتي موجودة فوق مسجد مصطفى محمود. ده أوضة صغيرة جدا مسميها التابوت. في فترة اعتزاله كان بيكتب كتب، في كتب القرآن كائن حي، كان بيدرس القرآن، كان بيتعمق أكتر في القرآن. ولما سئل مصطفى محمود أنت ليه وصلت للمرحلة دي، أنت حد وصلت للإله، فأنت أولى أن أنت تبقى معانا دلوقتي تتكلم معانا في الكلام ده، ليه وصلت لمرحلة أن أنت تقفل على نفسك وتقعد بس تستغرق في حب الإله ده؟ فقال حكى قصة، قال إن القصة دي بين فلاح وإقطاعي. الإقطاعي قال للفلاح أنا هديك كل اللي أنت عايزه من أرضي دي اللي قدامك اللي هي آلاف الفدادين، هديك كل اللي أنت عايزه، بس اجري اعمل دايرة حوالين الأرض اللي أنت عايزها، وكل اللي هيكون جوه الدايرة هو بتاعك، معاك من دلوقتي لغاية غروب الشمس، اجري لغاية حوط على الأرض اللي أنت عايزها. قاعد يجري الفلاح، كل ما يجري كل ما يطمع، كل ما يطمع اصلا في همته وفي جريه، انا اقدر فيجري فيطمع اكتر، فيطمع اكتر لغايه قبل ما يوصل لهدفه بكم متر، وقع مات مكانه من كتر التعب قبل غروب الشمس بلحظات. فكل اللي خده من الارض المتر في متر اللي نام فيه،
اللي مات فيه او اتدفن فيه، ما خدش كل اللي كان هو عايزه. فده كان تفسيره او مبرره للتصوف. هو في الاخر انا وصلت للاله، فسيبوني بقى اوصل للمتر في متر اللي انا مش عايز حاجه تاني خالص، انا يا دوب الحق اظبط المتر في متر اللي انا هنام فيه. فهو كان شايف ان اصلا الانسان مش محتاج حاجه تاني من الدنيا تاني اكتر من ان هو يعرف ان الاله موجود ويحب الاله ويبحث عن المتر في متر اللي هينام فيه بس. وبدأ يحرر نفسه من حاجتين أساسيتين هو فهمهم من القرآن برضو. وصل للتصوف ده بالتحرر من الحاجتين دول اللي هم نفسه وجسده. نفس أي ملذات النفس، الجسد أي النفس هي أهواء النفس، أهواء اللي بتبقى جوه نفوسنا أو اشتهاء النفس. الجسد هي ملذات الجسد الجسدية يعني. حتى لما فسر التحرر من الحاجتين دول او اهميه التحرر من النفس والجسد، قال استشهد بقول داود عليه السلام لما قال يا رب اين اجدك، فقال اترك نفسك وتعال وغب عنها تجدني. ده اترك نفسك. الله قال لداود اترك نفسك وتعالى، تمام، غب عنها تماما تجدني. لما سأل داود يا رب أين أجدك، غب عن نفسك هتلاقيني، تمام. في حاجة تانية، كان في آية في سورة طه لما الله قال لموسى اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. تفسير النعلين هما النفس والجسد اللي هي أهواء النفس وملذات الجسد، والله شبههم بالنعل لمدى دونية النفس والجسد. فهو من الأول استوعب الفكرة دي وفهم إن طول ما أنا متحرر من أهواء النفس، طول ما أنا متحرر من ملذات الجسد، فأنا كده يعني بحاول أوصل للمتر في متر اللي أنا هنام فيهم في الآخر. فده اللي وصل بمصطفى محمود لمرحلة التصوف والاعتزال بعد مرحلة حب الإله الكبيرة في حياته. في حياة مصطفى محمود كان فيه كتير من الأزمات اللي خلت المجتمع يمقته في عدد من الأوضاع. كانت أول أزمة ليه كان في وقت تناقض الماركسية وكتابته للكتاب الممنوع الله والإنسان. الكتاب ده بيلقي فيه نظرته الإلحادية للأمور، وبيقول إن الله مش موجود، وإن العلاقة ما بين الله والإنسان هي علاقة شاعرية علشان الإنسان عايز بس يحس إن في حاجة أكبر منه. لكن لو قطعنا الفكرة دي الشاعرية دي هيلاقي الإنسان ما فيش غير نفسه، فهيرجع ويعبد نفسه. الحقيقة إن مش كل الناس رفضت الفكرة دي، لأن كان في نخبة مثقفة وقتها بتؤمن بالماركسية وبتؤمن بفكرة إن الدين أفيون الشعوب، وكانوا شايفينه إنه واحد في سنه بيكتب الكلام ده، دي طفرة ثقافية عظيمة في المجتمع المصري. لكن مع الوقت وبعد وصوله للفكر لإيمانه بالله، وبعد ما اتمنع كتابه وجه السادات قال له انشره لك تاني، راح هو رفض بنفسه انه يتنشر وكتب وقال له انشر لي بداله كتاب انا وصديق الملحد، حوار مع صديق الملحد. وقتها النخبة المثقفة اللي كانت بتقول عليه طفرة ثقافية فكرية ما حصلتش قبل كده بقت بتقول نفسه ان هو رمز للتخلف والجهل والرجعية. مصطفى محمود كان عنده مشكلة مع فكر جمال عبد الناصر. الفكر اللي هو كان شايف ان هو اللي أودى بحسني مبارك اللي هو فيه دلوقتي، حتى من قبل، يعني مصطفى محمود مات قبل الثورة. هو كان شايف ان المشاكل اللي واقع فيها حسني مبارك دلوقتي هي سببها جمال عبد الناصر زمان، زي مجانية التعليم. كان عنده فكرة في نقطة مجانية التعليم، ان مجانية التعليم بتحقق تعليم
تخلي الناس تتعلم. لكن لما ابن الفلاح يلاقي ان التعليم ببلاش وحاجة سهلة متوفرة، فهيروح يتعلم. لما هيتعلم مع الوقت هيبقى عايز وظيفة، لما هيتوظف الحكومة هتبقى مضطرة ان هي تحقق له وظيفة سواء كانت محتاجاه او مش محتاجاه. وده اللي كان بيعمله جمال عبد الناصر، انه حقق مجانية التعليم، فالفلاحين اتجهوا للتعليم فعلا وحطوا لهم وظائف سواء كانت مهمة او غير مهمة. فمع الوقت الاصلاح الزراعي باظ، لان ما بقاش فيه فلاحين يزرعوا الارض اللي موجودة. في نقطة تانية زي فكرة 50% عمال وفلاحين في مجلس الشعب، بيقول إن أعتى الدول الشيوعية موصلتش للفكرة دي، وإن هو جابها لمجرد الحفاظ على الكرسي، بمعنى إنه هيخلي العمال والفلاحين في صف، فمحدش هيواجهه. في عملية التوظيف هيخلي اللي عندهم بطالة، مفيش حد عنده بطالة، فمحدش هيتظاهر ضده. مع الوقت ده ما كانش حقيقي، مع الوقت حصلت مشاكل في عهده، فكان كل اللي بيعمله ان هو كان صاحب مقاليد الامور، فكان بيوفق ويحل من غير ما يكون في حل فعلي، بتكون كلها حلول ظاهرية زي فكرة التوظيف وخلاص. جمال عبد الناصر لما توفى كانت مديونية مصر 1,000,000 جنيه بس. في عهد حسني مبارك في التسعينات وصلت ل40 مليون جنيه. فكانت الناس بتقول ان ده معنى عظيم لفكرة ان جمال عبد الناصر كانت المديونية اللي سايبها قليلة على عكس السادات وعلى عكس حسني مبارك. فكان هو بيقول لا، هو اللي عمله جمال عبد الناصر كان ليه آثار خلت السادات ما عرفش يسيطر عليها، فحصلت مديونية زيادة. وبعدين السادات برضه قال اللي يجي بعد يحلها، حسني مبارك جه ما عرفش يحلها، ففضلت المشكلة تتفاقم مع الوقت، وكل ما يحلوا مشكلة جديدة تظهر. برضه بعد ما انتهى فكره مع اليساريين، كان وقف في الصف المضاد تماما وبقى يهاجم اليسارية في مصر. كان بيقول ان اليسارية في مصر هي آخر آمال اليسارية في العالم كله، على الرغم من إنها شوية أخبار في صحف ملهاش أي علاقة في الشارع. وكان بيستشهد إن مفيش شعبية لليساريين في الشوارع عن طريق الانتخابات، إن مفيش أعضاء لمجلس الشعب من حزب التجمع أو من حزب الناصري أو أيا كان. وكان بيقول إن إزاي بعد ما اليسار بيتقهقر من روسيا وبيتقهقر من الصين، إحنا عايزين في مصر نرجعه تاني. فما كانش مؤمن خالص بالفكرة دي، وكان مؤمن إن المفروض القائد في كل الأحوال لما يبقى عنده فكرة وشايف إن هي صح ما يمشيش ورا الشعب وخلاص. مادام هو شايف إنها صح وهتمشي للآخر يكملها، ومع الوقت الشعب هيشوف إن الموضوع ده فعلا صحيح. وكان ليه أمثلة كتير في الموضوع ده، زي مسز تاتشر كان حاصل إضراب عمال والمناجم، ومسز تاتشر دي كانت وزيرة عمال، فراحت وكانت عندها فكرة إن هي تبيع القطاع العام، وعلى الرغم من الإضرابات والمشاكل اللي عملتها من الإضرابات، لكنها صممت وباعت فعلا القطاع العام وحالت الأزمة الاقتصادية في بلادها. ومن هنا استشهد إن خلاص فكرة إن إحنا ندلع الشعب بالأفكار اليسارية والشاعرية ده غير مقبول دلوقتي. مصطفى محمود كان فعلا في أزمات كتير، يمكن من أشهر أزماتها كانت أزمة كتاب الله والإنسان. وهو دايما أزماته كانت
بتيجي من انتقادات الناس ليه، او من انتقادات فكره او كتاباته يعني. كان في أزمة برضو شهيرة، أزمة كتاب الشفاعة. أصدر كتاب اسمه الشفاعة سنة 2000. كان هو عامة كان في سن كبير، وكان هو في مرحلة التصوف برضو، كان هو في مرحلة إن هو قاعد في التابوت أو في الصومعة بتاعته فوق بيته. فكتاب الشفاعة قال فيه أو فكره جوه الكتاب كان بيقول إن مش معقول يكون الشفاعة تكون بالفكر اللي احنا المسلمين فاكرينه، بأن الرسول هيشفع لكل الناس، بأن أو على فكرة هو مش بس احنا فاكرينه، ده في ناس بتروج لده، ان احنا بما ان انا معايا رخصة او سوري معايا حصانة اني مسلم، فاذا انا خلاص داخل الجنة لاني منتمي لرسول، خلاص انا معايا حصانه، انا هخش الجنه اكيد، انا بس اللي هخش الجنه، كل الناس دي هتخش النار، انا معايا شفاعه الرسول. فهو بدا يحس ان ده يعني الفكره دي فكره غير منطقيه، وفكر بل بتدعو للتواكل مش بتدعو للعمل. هو شايف ان الشفاعه مربوطه بالعمل، كل اللي عمله في الكتاب ان هو فسر الشفاعه من المنطلق ده. الشفاعه يا جماعه مرتبطه بالعمل. عايز تكون منتمي للرسول، اعمل قوي 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 عشان تعرف توصل للمرحله دي، مرحله ان يكون عندك رخصه ان الرسول يشفع لك. يعني هو مش هيشفع للناس لمجرد ان معاهم حصانه الاسلام يعني، لا، بدليل ان في آية مثلا بتقول ومن يعصي الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها. طب ما هو ممكن اللي يعصي الله ورسوله يكون مسلم، صح؟ في آية تانية بيقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فإن له جهنم خالدا فيها. نفس الفكرة، خالدا فيها، مش هيخرج منها أبدا، ولا بشفاعة بقى ولا بغيره، صح؟ فممكن اللي يقتل مؤمن ده يكون مسلم برضه، صح؟ فإذا الموضوع مش مبدأ إني عشان أنا مسلم فأنا ليا شفاعة فأنا هدخل الجنة، لا، أنا مسلم لازم أكون لا أعصي الله ورسوله، ما أتجنب حاجات كتير قوي معينة، وأعمل كتير قوي عشان أعرف أوصل لدرجة معينة أو لمرحلة معينة أقدر فيها إني أتمنى إني أكون وصلت لمرحلة إني أنال الشفاعة. طبعا يعني هو كان كل فكرته في موضوع الشفاعة ده ان هو رافض فكرة التواكل، يعني ليس اكثر. الكتاب بالظبط هو ضد مبدأ التواكل مش اكتر. مبدأ التواكل اللي هو بالمناسبة ممقوت شرعا، يعني هو في الشرع اصلا مرفوض مبدأ التواكل ده. فالغريب ان بدأ الناس تفهم على ان ده انكار لمبدأ الشفاعة اصلا، فاللي هو انت بتنكر وجود الشفاعة، لا الشفاعة مذكورة، لا الشفاعة، وبدأ الناس تفهم ان هو انكار، الناس مش عايزة تفهم حيثيات الموضوع اللي هو بيتكلم فيه. فاتعمل يعني ضد كتاب الشفاعة لوحده اتعمل فيه 14 كتاب مواجهين ليه، اللي هو رد بس على مصطفى محمود على الكتاب ده. كانت أزمة كبيرة جدا جدا في حياة مصطفى محمود، ان هو اصلا يعني الناس مش عايزة تفهم مبدأ ان يا جماعة انا بتكلم على حاجة ضد التواكل مش في الشرع، فيعني افهموا المعادلة صح. لا، الناس اصلا رافضة تفهم ده، وكمان بيهاجموه ويعملوا فيه كتب. فده كان غريب بالنسبة له. كان الرد عليه ان هو ما عملش اي حاجة غير انه اعتزل برضه وما ردش على الموضوع خالص، وفضل مقتنع ان الكتاب بتاعه هو برضه بيرد على كل الناس دول. يعني كل اللي بيهاجم مصطفى محمود أرجوك، هو ده كان رده، اقرأ الكتاب تاني عشان تفهم، أو إذا كنت قريته أصلا اقرأ الكتاب كويس عشان تفهم أنا بتكلم في إيه، إحنا مش ضد بعض. فهو ما كانش عارف يرد، يعني أرد إزاي أقول لك أنا مش ضدك أصلا، إحنا مش بنتكلم في حاجة عكس بعض عشان أرد عليك أصلا. فاعتزل، واللي أثر في نفسيته إن الناس بتختلف معاه في حاجة هم مش مختلفين فيها، فده اللي أثر فيه فخلاه اعتزل أكتر. وبعد كده دخله في وعكة صحية وأصيب بعدها بسنوات قليلة بجلطة في المخ، واعتزل بقى الكتابة واعتزل كل حاجة إلا كتابات بسيطة يعني. وكان عايش في الوقت ده
في المرحله من سنه 2000 لغايه 2009 لغايه ما توفى. كان عايش بس في مرحله زهد جدا، وعامل لنفسه جدول صارم جدا جدا، وكان بيقرا بنهم شديد جدا. كان دايما يقول في البيت انا لسه ما وصلتش لحاجه، انا لسه ما اتعلمتش حاجه، انا لسه بتعلم. ومن كتر ما هو جدوله صارم جدا وشق جدا على نفسه وزاهد جدا على نفسه ومعتزل جدا، كان اهله في البيت كانوا بيفكروه ان هو مش موجود في البيت في الايام اللي هو كان معتزل فيها، مش لاقيينه في البيت في الايام دي. فالحقيقه ان ازمه الشفاعه كانت ازمه كبيره جدا في حياه مصطفى محمود، اثرت عليه بشكل كبير وفي نفسيته بشكل كبير. بعيدا عن آراءه اللي عملت أزمات، كان في عدة آراء تانية الناس كانت تعتبرها إن هي آراء قمة في العقل والحكمة، وكانت سبب لشهرة مصطفى محمود الآخر، مش مصطفى محمود الملحد، مصطفى محمود المفكر، مصطفى محمود المثقف. الحقيقة آراءه دي كتير، فإحنا اخترنا 4 آراء وهنقرا لكم منها حاجات وهنشرح منها حاجات. أنا في الفقرة الأولانية هقرا عن رأيه في الحب، مقالة كاملة هقراها للآخر، فيا ريت تركزوا فيها. بيقول مصطفى محمود: الحب هو ثمرة توفيق وليس ثمرة اجتهاد شخصي. ثمرة توفيق إلهي وليس ثمرة اجتهاد شخصي. الحب هو أن يكون المحبوب أشبه بالجلوس في التكييف في يوم شديد الحرارة، وأشبه باستشعار الدفء في يوم بارد. هو الألفة ورفع الكلفة ورفع الحرج بينكما. في الحب تصمتا أنتما الاثنان فيحلو الصمت، ويتكلم أحدكما فيحلو الإصغاء. وأن تكون الحياة معا هي مطلب كل منكما قبل النوم معا، وألا يطفئ الفراش هذه الأشواق، ولا يورث الملل ولا الضجر، وإنما يورث الراحة والمودة والصداقة. وألا يطول بينكما العتاب، ولا يجد أحدكم حاجة إلى الاعتذار للآخر عند الخطأ. وأن تكون السماحة والعفو وحسن الفهم هي القاعدة. وألا تشبع أيكما قبلة أو عناق أو أي فراولة جنسية، ولا تعود لكما راحة إلا في الحياة معا والمسيرة معا وكفاح العمر معا. فالحب لا يذكيه إشباع الجنس، لأن الحب هو المناخ الذي يمنح اللذة الجنسية، بينما يظل الجنس لذة خاوية لا تستطيع أن تمنح حبا. ولا يمكن أن تحل في الحب امرأة محل أخرى، لأنه ليس علاقة الرجولة بالأنوثة، وإنما علاقة رجل معين بامرأة معينة. والحب بشكل عام هو القيمة العليا التي تعطي لكل القيم معنى. وإلا ماذا تكون قيمة الحق إن لم يسبقها حب الحق؟ وماذا تكون قيمة حب الخير إن لم يسبقها حب الخير؟ وماذا تكون قيمة الجمال إن لم يسبقها حب الجمال؟ وما حب الإنسان للمرأة، وما حب الإنسان للفن، وما حب الإنسان للجمال إلا خطوات الدليل الخفي الذي يقودنا إلى حب الله، إلى المحبوب الوحيد الذي يستحق الحب. إنها محطات سفر إلى المحطة النهائية، محطة الوصول. مصطفى محمود كان عنده مشكلة على الرغم من نظرته المثالية دي للحب، فكان عنده مشكلة مع النساء. زوجته الأولى اسمها سامية، دي كانت حب حياته. سامية كانت ملكة جمال مصر. بعد ما اتجوزوا كان عندهم مشكلة إن هي بتغير عليه جدا، لدرجة إن هي كانت بتصحيه من النوم تقول له أنت بتخوني مع مين؟ فلما تهدى يقول لها انت ايه اللي دراك ان انا بخونك؟ انا مش بخونك. بتقول لا انا حلمت ان انت بتخوني. فكانت الغيره اللي مع زوجته ساميه كانت سبب المشاكل اللي ما بينهم. وكان بيقول ان الغيره ديت هي مش ذنبها، ان هو السبب اللي ورا ده، لان هو ليه مزاج متقلب وبيتغير تعامله معاها من فتره لفتره، غير ان هو ليه كان معجبين ومعجبات وكان مشهور. فده كان بيدي مبرر لزوجته سامية إن هي تغير عليه، لكن مع الوقت ما قدرش يكمل فانفصلوا عن بعض سنة 73. السادات جه في مرة وقال له اختار وزارة تمسكها. راح قال له قبل ما تخيرني بالوزارة أنا مش هقبل أصلا إني معرفتش أقيم بيت، مش زي واحد معرفش يقيم بيت يقدر
يتحكم في وزارة بحالها. وعلشان كده كان ليه مقولة إن هو يرفض السلطة بكل أشكالها. مصطفى محمود كمان كان ليه آراء في حاجات كتير، من ضمن الحاجات رأيه في الموسيقى اللي اتفق معاه ناس كتير واختلف معاه ناس أكتر. كان ليه رأي في هل الموسيقى حرام أو حلال. هو كان شايف إن في الأول أفرق بين أنواع الموسيقى عشان أفهم إيه الحرام وإيه الحلال. فكان شايف إن لما أميز بين موسيقى الكباريه أو موسيقى الخبط والرزع وبين موسيقى السيمفونية العذبة، فده يخليني أقول تلقائي إن الموسيقى اللي بتطربني، اللي بتحسسني بصفاء النفس، يعني صعب جدا تكون حرام. إزاي حاجة بهذا الشكل الإبداعي يكون حرام؟ ده بل بالعكس، ده فيه اسم الله البديع يدل على إن أو وكمان خلق الله للكون بإبداع. خلق الله للكون كمان نحط فيه أشكال الجمال. حط لما ربنا خلق البلابل وخلق العصافير وخلق الأصوات الحلوة وخلق صوت الحمار، يعني خلق التناقضات عشان أعرف أميز. يعني أكيد دي رسالة عشان أميز الصوت الحلو من الصوت الوحش، إني أميز الجمال والقبح. فهو فضل مقتنع إن كل ما هو جميل هو حلال، كل ما هو قبيح فهو حرام. بل بالعكس، هو بيقول إن القبح والرداءة والركاكة بالنسبة للموسيقى هي الحرام بعينه. يعني طول ما أنت بتزعجني بالموسيقى بتاعتك فأنت فعلا بتضرني، حرام اللي أنت بتعمله فيا. إنما طول ما أنت بتسمعني صوت عذب، صوت جميل، فده بيتماشى مع الطبيعة الكونية اللي فيها جمال. فصعب إن يكون ده حرام أصلا يعني. فده كان تفسيره لموضوع الموسيقى. كمان في صوت المرأة، هو مش شايف إن صوت المرأة عورة إلا إذا صوت المرأة مش عورة طالما مش بتتكلم بميوعة، طالما يعني حتى ضرب مثال بصوت أم كلثوم إن هي صوتها فيه احتشام يخليني، وفيه طرب، وفيه جمال، يخليني صعب اني اقف اقول ان ده حرام. هو مش عارف يقتنع ان ده حرام. كمان ادى دليل على كلامه بان ينفع يختار الجمال من وسط القبيح. قول الله تعالى في سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون إلى آخر الآية. ثم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الفن فيه استثناءات. ينفع أستثني الجميل من وسط القبيح حتى لو كان القبيح أكتر، بس ينفع فعلا أنقي. ودي طبيعة الكون اللي خلق ربنا بيها الكون أصلا يعني. طبعا ناس كتير اختلفت مع رأيه في الموسيقى. ناس مصممة لا الموسيقى حرام، وهو كان مش قادر يفهم يعني ايه صوت عبد الوهاب حرام، يعني ايه الصوت ده يكون حرام. طب انا ممكن اقول بقى ان صوت محمد الرفاعي مثلا حرام. طب هو حد برضو هو كان عنده الجمال بيحسه في صوت الرفاعي، يحسه في صوت ام كلثوم، يحسه في صوت عبد الوهاب، يحسه في صوت عصفور واقف بيغني. بالعكس، ده ممكن يحسه في صوت الصمت اللي هو اصلا بيتكلم بلغة الجمال اللي خلق الله بيها الكون. فده كان تفسيره. كان عايزه اقول حاجه بس كمان في موضوع الموسيقى. مصطفى محمود وهو في مرحله ان هو بيجرب كل شيء قبل ما يوصل للايمان الكامل. كان بيجرب كل حاجه في الدنيا، يعني عشان يجرب كل حاجه بنفسه عشان يعرف يتاكد او يوصل للي هو عايزه يعني. فمن ضمن الحاجات اللي جرب يشتغل في فرقه موسيقيه. الفرقه دي كانت بتاع واحد اسمه الاسطى عبد العزيز الكمانجي، والرقاصه اللي كانت معاه كان اسمها فتحيه سوسته. ودي كانت فرقه شعبيه، فرقه كانت بتحيي افراح وطهور. والله هو ده المكتوب عندي وكان بيعزف بقى. الغريب انه كان في وسط الفرقه دي المفروض ان هو بيعزف ناي وبيعزف عود، يعني هو مختار
احسن حاجتين في الدنيا هو ميزهم برضه. هو دايما بيختار، بيميز الاشياء من جوه الاشياء زي ما قلنا، يعني بيميز الجمال ده. فهو حس ان العود والناي هم اللي فيهم الابداع. فكان حتى وهو لما كان يطلع ورا الفرقه دي كان بيطلع من ورا علم مامته، عشان كانت منبهه عليه يعني في موضوع الفرقه ده. كان الا الفرقه بصراحه، حتى في الكليه كان مخبي عليهم. كان ساعتها هو بيدرس طب، فكان مخبي على الناس، ما كانش بيقول قدام الناس، مسمينه بقى المشرحجي وعامل فيها مهم وبتاع. فما ينفعش يعني يكون في واحد اسمه عبد العزيز الكمانجي وفتحي سوسته والكلام ده فبس عرفوا في الكليه برضو، جابوا رئيس القسم وهزقوا في اليوم ده. هو كان متضايق جدا ان هو عرف، يعني هو كان عايز نفسه يجرب كل حاجه، فسيبوني اجرب يعني. بس برضو ما سابهاش، يعني برغم ان رئيس القسم عرف ما سابهاش برضو غير لما اقتنع ان لا كفايه كده، انا هتعلم عود بس وناي وخلاص الفرقه بقى شكرا. وكمان ما كانش بياخد فلوس، يعني هو كان متطوع، يعني كان بيحب الموضوع ما بس هو اتعلم عزف العود والناي واصول العزف والنوتة الموسيقيه. يعني هو استغرق جدا في موضوع الموسيقى، وكان شايف ان هي عشان الانسان يكون مبدع لازم تكون الموسيقى وجمال الموسيقى في حياته يعني. ليه كمان رأي مصطفى محمود طول الوقت كان عنده منطق، مش عارفة جمع منطق ايه، مناطق. كان عنده كذا منطق في حياته بيبرر بيهم حياته. هو ما كانش ماشي في الدنيا عبثا يعني. فكان عنده رأي في السعادة، وكان شايف ان السعادة او مش رأي، هو كان منطق، يعني منطق ماشي فيه بحياته تفسير السعادة بالنسبة له. فكان شايف ان السعادة في الحياة كل ما كانت حياتي فيها سعادة اقل كل ما كنت سعيد اكتر. بمعنى انا هقول جملة بالظبط هو قالها، قال ان القليل الذي تحبه يسعدك اكثر من الكثير الذي لا تحبه، والقليل من اي شيء، القليل عامة، يحرك الشهية بينما الكثير يميتها، وبلا شهية لا وجود للسعادة. فطول ما أنا حاسس إني عندي حاجة قليلة، طول ما أنا بدور على السعادة، طول ما أنا بسعى، طول ما أنا عندي هدف، طول ما عندي دافع، فطول ما أنا بجري وبلحق وعايز أعمل حاجة، طول ما هتقابلني سعادة في حياتي. السعادة في المضمون نفسه، في الشكل الكامل، في السعي نفسه، في الهدف، في الدافع نفسه، في مبدأ الحياة نفسه يعني. وكان بيقول إن القليل ده، هو أنا هقول الكلام على لسانه، القليل يحفز على العمل، والعمل ينسي الإنسان نفسه وينسيه بحثه عن السعادة. وكون الإنسان إنه ينسى بحثه عن السعادة ده في حد ذاته سعادة. أنا طول ما أنا بدور على السعادة، طول ما أنا طمعان إن لا أكيد اللي أنا فيه ده مش سعادة قوي، لسه فيه سعادة أكتر. فلو أنا مش بدور هلاقيها بالتأكيد، إنما طول ما أنا بدور طول ما أنا طماع. وهو في الموضوع ده ربط العمل بالسعادة، أو ربط السعادة بالعمل. وقال على العمل إنه تشحيم ضروري للعقل والقلب والمفاصل، وبدون العمل يتعفن القلب وتصدأ المفاصل وينطفئ العقل، وينخر سوس الفراغ والبطالة في المخ، وتبدأ سلسلة الأوجاع التي يعرفها أفراد الطبقة الراقية. يعني الطبقة الراقية اللي هم مش شاغلين نفسهم بموضوع العمل ده، مش شاغلين نفسهم ان هم يفكروا ويعملوا بايديهم برجليهم بدماغهم بكل حاجة، المهم اني اعمل بكل طاقة جوايا يعني. عشان كده ادى تفسير في الاخر، قال فيه او اعتقد فيه ان اسعد الطبقات هي الطبقة المتوسطة. كان تفسيره لده ان الطبقة المعدمة هي بالتأكيد مش سعيدة، والطبقة الراقية بالتأكيد مش سعيدة. ليه؟ التضاد، طول ما فيه أبيض، طول ما فيه أسود، طول ما فيه طبقة تحت، طول ما فيه طبقة فوق،
الاتنين دول معمولين عشان اللي في النص يعرف الفرق بين ده وده، يكون عنده شويه من ده وشويه من ده، فيبقى هو الميكس اللي في النص. اللي اسفه على استخدام، فيبقى هو الخليط اللي في النص اللي جامع بين الطبقه البسيطه والطبقه الغنيه. فهو عنده الاتنين، فهو عنده القليل من حاجه اللي تخليه يكون عنده دافع، تخليه يكون عنده هدف. حتى قال إن لو لاحظنا هنلاقي الأنبياء هم من الطبقة المتوسطة أصلا، وأكيد ده مقصود إن هم يكونوا من الطبقة دي، الطبقة اللي عندها سعي. دي كان هدف. قال كمان إن الإنسان الشبعان أو الطبقة الراقية يعني هو إنسان مفتقد للدافع والطموح، وبالتالي مفتقد روحه، فأن له إن هو يلاقي السعادة. يعني إنسان مفتقد روحه، مفتقد نفسه، مفتقد كيانه، هيلاقي السعادة فين؟ فالسعادة بالنسبة له مش تفسير مادي، مش فلوس، مش السعادة بالنسبة له مرتبطة، هنلاقيها مرتبطة بالفن، بالعمل. شايف إن الفنانين هم من الطبقة المتوسطة، الفنانين الحقيقيين من الطبقة المتوسطة هنلاقيهم. الفنان اللي عنده إبداع هو من الطبقة المتوسطة. الطبقة دي بتولد حاجة جوانا، لأن عندي جامع بين التضادين. دي كانت فكرته ورأيه في السعادة. والحقيقة الراجل ده يعني أنا ما أقدرش أقول عنه غير إن هو كان يعني على الأقل ما أخدش الدنيا بشكل عبثي، ما أخدهاش هباء، ما يعني كل حاجة حاول يديها منطق، يديها تفسير، حتى نختلف أو نتفق مع آرائه، بس هو ما قالش رأي لمجرد إن هو حس إن ده ممكن يكون رأيه أو ارتاح له نفسيا. لا، يعني زي الناس اللي بتعمل، لا هو فعلا عالم حقيقي، لأنه أثبت لنفسه وللناس حقائق كتير جدا، ورفض المسلمات، وقعد يوصل في مشوار حياته لحقائق كتير جدا مبنية على العلم، مبنية على الفهم، مبنية على المنطق، على التفسير التفسير اللي ليه منطق يقنع، مش لازم يقنع كل الناس، بس عنده قدرة على إقناع ذاته على الأقل. مصطفى محمود عمل كتب كتير، حوالي 98 كتاب في مشوار حياته. هنلاقي يعني الكتب بمجرد ان انت تمسك ال 98 كتاب هتعرف امتى الكتب اللي عملها وهو صغير، امتى اللي في النص، امتى اللي في الاخر. التسلسل واضح في حياته، مرحله الشباب والتفكير والطيش الله مش موجود الله موجود او الكلام ده هيبان ده في كتبه. هنلاقي دايما الكتب اللي كانت في الاخر هي الكتب بدايه من حوار مع صديق الملحد، اللي كان فيه بيحاور تقريبا نفسه، بيحاور نفسه قبل وبعد. كان هو الملحد لما كان ملحد، كان هو المؤمن اللي لما بقى مؤمن. رحلتي من الشك للإيمان، من القرآن كائن حي. كل الكتب دي هو عملها في الجزء الثاني من حياته اللي هو بعد الإيمان. وعايزة أقول جملة كان قالها المحامي بتاعه لما سئل عن مصطفى محمود وعن إلحاد مصطفى محمود، فقال بالظبط: يا جماعة انتوا ليه بتقولوا على مصطفى محمود كده؟ مصطفى محمود ده كان راجل بيلحد على سجادة، بيلحد على سجادة صلاة. إن كل تفسيراته في الآخر هي بيدور على الإله الكامل بكل مفهوم الألوهية. ولما وصل لده كان جواه حب كبير جدا للإله ده، اللي هو وصله لمرحلة إنه يستغرق بس في حب الإله ده، اللي هو تصور إنه هو اكتشفه بنفسه أو أثبت لنفسه. هل الإنسان مسير أو مخير؟ في الأول أنا شايف الإنسان إنه مسير، يا ريت ترفع إيده. معلش عالي بس عشان اللي شايف الإنسان مخير والباقي هو ما رفعتش ايده ولا هنا ولا هنا. هو بين البنين عشان انا ما اعرفش، لا بجد انا ما اعرفش النقطه دي يعني. لان لو قلت مسير دي مصيبه، لو قلت مخير مصيبه ثانيه. وانا ممكن اقول حاجه مش عارف. هو الانسان مخير ومسير.
طيب هو احنا بس هنجاوب او لا، عشان بعد كده احنا لسه هندخل في الجدل ده دلوقتي. طيب هو يعني انا شايفه ان ناس كتير قالت ان هو مخير، بس ليه ما يكونش مسير؟ يعني ايه اللي يخلي الانسان مش مسير؟ هو انت يا محمد يا سامي اخترت ما شاء الله طولك ده كله، انت اخترت تكون طويل بكل الطول ده، انت اخترت شكلك، اخترت لونك، اخترت اي حاجه في تفاصيلك، انت ما اخترتش حاجه. ف انت ايه اللي ياكد لي ان انت مخير؟ ما انت ما اخترتش حاجه، انت بالتاكيد مسير. بس هي الفكرة إن الحاجات ديت ما بتمنعهوش إنه يمارس حريته كاملة. يعني طوله دوت صحيح هو هيخبط راسه في حاجات كتير في الشارع، بس ممكن يوطي راسه، يعني مش مشكلة. يعني ديت ما بتمنعش من حريته، بيمارس حريته بشكل كامل، والجسد أساسا وسيلة من وسائل ممارسة الحرية، طالما مش مفيش ما اعتلهوش مرض. وحتى لو اعتله مرض، فالمرض نفسه وربنا أوجد ليه علاج، وما على الإنسان إلا إن هو يدور على العلاج بتاعه. لو لقى العلاج هيوصل للحرية من المرض ده. زي أشهر مثال شلل الأطفال اللي كان الجيل اللي قبلنا على طول يعاني منه. الجيل اللي قبلنا اللي عندهم شلل الأطفال هم اللي عملوا فريق علمي توصل في الآخر إن الجيل بتاعنا يبقى انتهى فيه مرض شلل الأطفال تماما عن طريق 6 نقط. 6 نقط بيتحطوا للبيبي في بقه بيمنعوا عنه مرض شلل الأطفال. يبقى ايه اللي يخلي الحاجات دي تمنع الحريه؟ طب انا دلوقتي بردانه، انا ما اخترتش اكون بردانه، انا فعلا بردانه. لا، الحقيقه ان انت اللي اخترتي تكوني بردانه، انك لو مش عايزه تكوني بردانه كنت جبتي حاجه جاكيت معاكي تدفي بيه نفسك. ولو حتى الجو ان هو اتبرد، ففي لو حد سمع عن الاستادات اللي في قطر، ده بيبقى استاد كبير جدا، بيبقى مقفول تماما وبتحكمه في درجه حرارته بمكيفات مركزيه. ما الانسان بعلمه قدر يتخطى المقومات دي وقدر ان هو يوصل للحريه في النقطه دي، انه يبقى حر انه يتحكم في الجو. حتى دلوقتي في امريكا ابحاث عن الامطار الصناعيه. انا في اي وقت ابقى عايز انزل مطر انزل مطر. ففين ايه اللي يمنع الحريه في نقطه زي دي؟ طب ولما جوع، يعني طب انا ما اخترتش اجوع برضو، طب انا جعانه دلوقتي، طب اعمل ايه؟ انا ما اخترتش اكون جعانه دلوقتي. الانسان برضه ما بيختارش انه يجوع، بس الفكره ان لو الانسان ليه الحريه انه يجوع او يشبع بمزاجه. الاكل في حد ذاته هي حاجه اساسيه في حياه البني ادم علشان يبقى عنده طاقه ويكمل حياته. لو وصل في مرحله ان هو ما بيحسش بالجوع ومش بياكل، هيجيله هزال، والهزال ده هيقيد حريته، فمش هيعرف يمارس حياته بصوره كامله. فبالعكس موضوع الجوع ده او ان هو حاسس انه بردان او انه حاسس اي الحاجات اللي هي بتحس ان هي بتوقف حياتك، لا بالعكس، ديت عامله زي اشاره الباتري لو اللي على الموبايل عشان تشحنه، انك لو ما شحنتهوش مش هتستخدمه، مش هيبقى ليه فايده. فلازم انت تشحن نفسك عشان تكمل حياتك بحريه تامه. طب هقول لك حاجه، انا دلوقتي مثلا مش معايا فلوس ومحتاجه اني اسرق منك فلوس، بس ما اقدرش اعمل كده لاني مقيده بقوانين، مقيده بحرام، مقيده بقوانين هتسجن فيها. يعني طب انا يعني اذا انا مسيره، انا مسيره ان يكون مش معايا فلوس دلوقتي، صح يا عم؟ طيب ما تيجي نحسبها بالعكس، انت اللي معاكي الفلوس وانا الراجل الغلبان اللي مش معايا فلوس وجيت اسرق منك. انت كان معاكي شويه فلوس رايحه تشتري بيهم كمبيوتر من نوع معين، رحت انا جيت وسرقت منك الفلوس دي لان انا حر تماما. مش انا كده هو تبقى قيدت حريتك في انك تشتري الكمبيوتر اللي انت تعبتي علشان تشتريه؟ فبالتالي القوانين والاخلاق والحرام والحلال ما هي الا زي اشارات المرور، علشان العربيات لما تمشي ما تخبطش في بعض، ما نعاندش حريات بعض. فلازم يكون في حاجات معينه تخلي كل انسان قادر انه يمشي في حياته بحريه تامه من غير ما حد ما يعارض الطريق. ده بالاضافه ان الانسان فعلا حر انه يسرق. اسرقي، بس انت متحمله المسؤوليه او عواقب السرقه. طيب في مسألة تانية برضه في موضوع القضاء والقدر. طب ما هو انا اصلا مكتوب عليا كل اللي انا بعمله دلوقتي، فاذا انا مش بمارس حريه ولا حاجه، ده انا مسيره على كل اللي انا بعمله اهو. الحقيقه لا، هي القضاء والقدر مش ان مكتوب لك انت هتعملي ايه، لا، ان ربنا عارف
انت هتعملي ايه؟ انا عارف ان لما هدوس على زرار كاميرا، على الزرار الاحمر بتاع الكاميرا، انه هيسجل. هل ده معناه ان انا يعني انا عارف توابع الامور، عارف القوانين بتاعه الدنيا، فعارف ان لما هحط شيماء باسلوب حياتها ده بشخصيتها دي هتمشي في الحياه بالطريق ده، فعشان كده مكتوبه حياتك. لكن في الحقيقه انت اللي بتختاري كل حاجه. يعني هو القضاء ما هو الا القدر ما هو الا معرفه ربنا للي هيحصل، لكن انت مخيره طول حياتك في الافعال بتاعتك. مصطفى محمود كان بيقول في النقطة دي إن الإنسان حر، هذا صحيح، ولكن حريته مخلوقة أي مقدورة عليه، وهذا أشبه بأن نقول بأنه محكوم عليه بالحرية مضطر للاختيار، وهذا يضعه بين منزلتين: هو ليس حرا حرية الله المطلقة، وهو ليس مقدورا مقهورا مسيرا مجبورا جبر المادة العينية. حينما نقول أن النار تأكل الحطب فهذه علاقة جبرية حتمية، والإنسان ليس مسيرا لهذه الدرجة، دائما هو مخير فيما يعلم، مسير فيما لا يعلم. برضو مصطفى محمود بيقول عن الحرية إن الحرية تفقد معناها بمجرد سقوط المقاومات حولها، لأن انعدام المقاومات وامتلاكي لكل شيء في كل وقت معناه انتفاء كل نقص عندي، ومعناه كمالي، لأني أصبح الكل في الكل، وبالتالي تنعدم مطالبي ورغباتي، لأن المطالب والرغبات منبعها احتياجاتي.